إلى موضوع آخر، أين افتتحت في العاصمة تونس أشغال ملتقى طوكيو للتنمية في أفريقيا بمشاركة وفود من أفريقيا واليابان والعالم لبحث فرص استثمارية سيتم طرحها على هامش المؤتمر. وقد سبقت أشغال المؤتمر خلافات دبلوماسية تونسية مغربية حول استقبال الرئيس قيس سعيد لرئيس الجمهورية الصحراوية. تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تستضيف تونس مؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا. عشرات الوفود الرسمية وغير الرسمية من إفريقيا والعالم تحضر جلسات الملتقى، حدث تبحث من خلاله تونس وإفريقيا عن خلق فرص استثمارية تمكنها من تجاوز الأزمات الاقتصادية المحلية والقارية. تنظيم مثل هذه الندوات التي يتم فيها دعوة كبار الفاعلين على مستوى سياسي واقتصادي بالعالم تعطي للبلد المنظم صورة أنه قادر على تنظيم مثل هذه التظاهرات وكذلك لاستقطاب استثمارات من الحجم الكبير. تقاطع الحدث الاقتصادي مع خلاف دبلوماسي بين تونس والمغرب وصل إلى حد سحب السفيرين من تونس والرباط للتشاور. جاء ذلك على خلفية استقبال الرئيس سعيد لرئيس الجمهورية الصحراوية الذي عده المغرب تصرفا عدائيا تجاهها، وهو ما رفضته الخارجية التونسية واعتبرت الموقف المغربي مبالغا فيه. في ظل التكتلات الإقليمية اللي قاعدة صايرة ما يمكنش أن نكون عندنا قوة ضاربة فردية، معناها تونس وحدها والجزائر وحدها والمغرب وحدها، وإن شاء الله فكرة المغرب العربي لا تندثر من هكذا ربما مشكل اللي صار بين المغرب وتونس. لم يؤثر الخلاف الدبلوماسي بين البلدين على أشغال المؤتمر الاقتصادي الذي واصل أعماله وسط العاصمة تونس، لكن خبراء اقتصاديين باتوا يعتقدون أن النهضة الاقتصادية تحتاج لحراك دبلوماسي يتجنب الخلافات الجانبية ويتيح فرصا أكثر للخروج من الأزمة الاقتصادية. بين زمنين تعيش تونس هذه الأيام، زمن يبحث عن استثمارات كبرى تحتاج إلى وقت لتنفيذها، وزمن آخر تمليه الاحتياجات اليومية التي لا تحتمل التأجيل وتتطلب توفير سيولة عاجلة لاقتنائها، وما بينهما تحتاج تونس إلى جهود دبلوماسية نشطة لتوفير التمويل اللازم. علي القاسمي، العربي، تونس. تعقيبا إذن على استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم البوليساريو، عاد السفير المغربي لدى تونس إلى الرباط فيما غادر نظيره التونسي المغرب نتيجة أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين تسبب بها استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الجبهة. واعتبرت الخارجية المغربية الخطوة عداء واضحا للمصالح العليا للمملكة المغربية. توتر دبلوماسي غير مسبوق بين المغرب وتونس عنوانه الصحراء، وفي التفاصيل استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو. الرباط اعتبرت الخطوة عداء واضحا تجاه مصالحها العليا، استدعت سفيرها للتشاور وألغت مشاركتها في قمة تيكاد 8 بين الاتحاد الإفريقي واليابان بتونس. الغضب الرسمي امتد للأحزاب والهيئات المغربية، فكان موقفها الشجب والرفض. أما المشاركون المغاربة في قمة تيكاد بتونس فقد حزموا حقائبهم عائدين إلى أرض الوطن. للأسف كان تصرف غير مسؤول، وكان تصرف شنيع باتجاه المغاربة واتجاه الوحدة الترابية ديال بلادنا. ما كان إلا أننا نضبطوا أننا خدينا القرار بعدم المشاركة. باستقباله زعيم البوليساريو يتجاوز قيس سعيد الخطوط الحمراء في العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، يقول محللون، مؤكدين على أن تصعيد الرباط قد لا يتوقف عند استدعاء السفير للتشاور ليصل إلى إجراءات أكثر تشددا. إذا استمرت تونس في توجهها العدائي تحت الضغط والابتزاز من دولة مجاورة، فأعتقد بأن هذا سيؤدي إلى إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي تجمع البلدين.
أفق متسم بالتوتر بين الرباط وتونس يعيد إلى الأذهان الأزمة المغربية الإسبانية التي ظلت عاما كاملا بعد استقبال مدريد زعيم الجبهة بهوية مزيفة تحت ذريعة التطبيب. أزمة لم تنتهي إلا بتغيير مدريد موقفها من النزاع وزيارة رئيس حكومتها بيدرو سانشيز إلى الرباط. الصحراء ملف أكثر من حساس بالنسبة للمغرب، من شأنه قلب علاقات الود والصداقة في لحظة إلى قطيعة دبلوماسية، فهو بالنسبة للمغرب محدد العلاقات الخارجية ومؤشر التقارب من عدمه، يقول عاهل البلاد. أنس رضوان، العربي، الرباط. من الرباط معنا كمال لغمام الباحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك إلى العربي اليوم. أستاذ كمال، بداية وبتقديرك، ما كانت الدوافع الحقيقية للرئيس التونسي لهذه الخطوة؟ أهلا سيدتي. هي صراحة الدوافع الحقيقية غير معلنة وغير مفهومة من الرئيس التونسي، لأن كما تعلمون العلاقات التاريخية، العلاقات المغربية التونسية علاقات تاريخية ومتجدرة وبها مجموعة من التراكمات الإيجابية لصالح الدولتين ولصالح الشعبين. للأسف نعتقد بأن هذا القرار هو قرار الرئيس شخصيا وليس قرار دولة تونس أو قرار رسمي، وهذا ما حاول الرئيس التونسي التعبير عليه في البلاغ الذي أصدرته تونس ردا على البلاغ الخارجية المغربية، حيث حاول أن يناور بقمة الاتحاد الإفريقي وبأن منظمة الاتحاد الإفريقي هي المسؤولة عن التنظيم وليست دولة تونس. وهذا في اعتقادي هذا البلاغ هو مناورة فقط، وهذا ما رد عليه الجانب المغربي بشكل رسمي. مناورة من أجل ماذا؟ الوزارة الخارجية يناور من أجل تغطية عن الخطأ الجسيم الدبلوماسي الذي قام به في حق المغرب، لأن تاريخيا كانت تونس تعيش على حياد تقليدي في هذا الملف، لم تكن موقع نهائيا لا سواء مع المغرب أو ضد مصالح المغرب، وإنما كانت تونس دائما تسعى لتطوير العلاقات ولمحاولة الصلح ولمحاولة إحياء اتحاد المغرب العربي. يعني كانت تونس دائما طرف إيجابي. وما يحدث الآن من داخل تونس هو أن التعبيرات تنظيمات نقابية وحزبية وشخصيات وأكاديميات عبروا عن تفاجؤهم بهذا القرار الغريب عن السياسة. هل يستطيع بتقديرك أستاذ كمال الرئيس لكن سيدتي دعيني أوضح نقطة أن يبتعد، يعني تباعا لتوضيحك، هل يستطيع الرئيس التونسي أن يبتعد بموقف الدولة والسياسة الخارجية التونسية التاريخية عن الحياد في قضية الصحراء؟ صحيح، الرئيس التونسي بدون شك تورط في هذا القرار، لأن وزارة الخارجية اليابانية نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليابان لا نوت فيربال، المذكرة الشفهية المؤسسة والأساس لتنظيم هذا اللقاء ما بين الخارجية اليابانية والاتحاد الإفريقي. المذكرة تتضمن وتستهدف الدول الأطراف التي لها أهلية التوقيع المشترك. زعيم البوليزاريو ليست لديه هذه الأهلية لأنه ليست دولة، هو كيان. ثانيا نتحدث عن منتدى اقتصادي، ونتحدث هنا عن أي إضافة ممكن أن يضيفها كيان وهمي في مخيمات لا يشكل دولة وليس له اقتصاد وليس له شعب وليست له مقومات دولة. طيب، إذن هنا هذه المعطيات تؤكد تورط الرئيس قيس سعيد في قرار انفرادي لا يمثل دولة تونس، وإنما هو قرار انفرادي ورط به دولة تونس بشكل رسمي، وورط به الشعب التونسي الذي بدوره يستنكر من خلال ارتسامات الشوارع ومن خلال ارتسامات عبر مختلف القنوات الإعلامية الدولية. يتضح بأن هناك استنكار داخلي أكثر من هو استنكار على المستوى الخارجي. وبالتالي كيف يمكن أن أو إلى أين يمكن أن يتجه الموقف الرسمي المغربي بعيدا عن مسألة استدعاء السفراء ضمن سيناريوهات التصعيد أو التهدئة الممكنة؟ الموقف المغربي ثابت ومحسوم بشكل نهائي. كما تفضلتم في التقرير بأن المغرب عاش نفس الأزمة تقريبا مع إسبانيا، لكن دولة إسبانيا تراجعت عن وتداركت الخطأ وأصلحت الخطأ، بأن تراجع إسبانيا لم يكن نابعا من قوة المغرب أو من نفوذه، وإنما كان راجع
إلى الاعتراف الإسباني بدرجة الخطأ الذي قام به تجاه الدبلوماسية المغربية التي تعتبر شريكا أساسيا لدولة إسبانيا. نفس الأمر بالنسبة لتونس. اليوم الخطأ الرئيس التونسي قام بخطأ عدائي مجاني ليس له أي قيمة، لأن المؤتمر فيه يومين ويستهدف الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي. حضور هذا الوفد حضور استفزازي مجاني للمغرب. ربما هناك تواطؤات مع دولة الجزائر، لأن خصوصا مؤخرا تم منح قرض ب$300 مليون من الدولة الجزائرية إلى دولة تونس. ربما يكون في اعتقادي الشخصي هذا مبلغ الصفقة الذي تم بها تفويت هذا القرار. ثانيا سيدتي دعيني أؤكد على شيء مهم، هو أن وصول الوفود إلى تونس العاصمة، يعني هذا يدخل في إطار تحليلك للموضوع، إذ لا يعني البوليزاريو وصل على متن ولا مواقف وصل على متن طائرة جزائرية حول هذا الموضوع، وحسب ما تفضلت به قد يقبل الأمر تطورات أخرى سنتابعها معكم من الرباط. شكرا لك أستاذ كمال لغمام الباحث في العلاقات